حياكم الله أحبتي. حقيقة كفى الظاهرة وهي تخص قراء القرآن. اللي جاي نشوف كثير اللي مثلا واحد يستدعيه او يسوي له بوستر، اول شيء يخلي صوره القارئ صغيره. الشغله الثانيه لا، من يريد يعني يبدا القارئ يقرا يظلون يعدلون الصوتيات على صوته، وقاعدين يعني يقعدون يستمعون له نصب الباب القليل يلا اللي يستمعون له. الشغله الثانيه لا، من يبدا يعني اول ما يدخل الخطيب يقول له كافي صدق. يعني بالله عليكم منو الافضل؟ نستمع الى الرادود او الخطيب منو الافضل؟ او قارئ القران؟ هذا قارئ القران هو كلام يعني ينقل لنا كلام الله سبحانه وتعالى، يعني احنا جاي نستمع الى كلام الله، وعن طريق هذا القارئ اللي هو يعني متمكن وصاحب يعني خصص نفسه ودرس على الاحكام وجاي ينقل لنا اياها بنطق سليم. بس اللي جاي نشوفه حقيقه بالمجالس حتى لا يذكرون اسمه، لا ينشرون له صوره، ويعني قارئ القرآن ولا دايرين له اهتمام. حقيقة هاي كلش ظاهرة مو حلوة. أخوة أصحاب الهيئات أن يلتفتون لهذه النقطة، حقيقة مهمة. أسأل من الله يوفقكم بحق محمد وآل محمد.